أنا سيبان رقة. أنا ساكن هون بالرقة وهذا بيتي، وطلعت منه من إجت دواعش هون، وكانت دواعش ظلمة، كانوا يظلمون، كانوا عايشين العالم كله، كانت العالم مختنقة خنقان، يعني كانت العالم ما حد يمشي براحته، كل العالم يعني كانت متضايقة. حتى أنا كنت ما عندي شيء، يعني فقير، كنت عندي أشتغل بالدخان، عندي موتور، رحت قاعد أهرب بي دخان، جم كمشوني، خذوا مني موتوري، سجنوني ودفعوني غرامة، وبعدين تركوني وأنا ما عندي شيء. وكلياتها الرفاق يعني أهل حارتي كلياتها عانت، والأغلبيات راحت سياراتهم وصادروها كلياتها وما خلوهم يشتغلون خالص، وكلياتنا يعني كنا عايشين بضيقة، كانت العالم كلياتها مخنوقة، كانت السكارة بالشارع ما يقدر تطلع وتدخن، ثوبك ولا بنطلونك يعني ما يقدر تطوله كلياتها خيو، إذا بدك تطلع بده يطالعك يسجنك، يعني ما كنت تقدر تطلع، ما كنت تقدر تتحرك خالص، يعني إرهاب، عمل إرهاب. وكانوا يغصون العالم، كانوا يذلون العالم، كانوا يخوفونها، يعني إيش كانوا يعني إرهاب، إرهاب دواعش إرهاب، يعني ما تقدر تحكي معه ولا تقدر تطلع عليه، يعني إذا بدك تطلع عليه بده فورا يدخلك على السجن ويبلش يضربك ويبلش يحكي عليك وبيدش يهينك. يعني إيش داعش كلها ذل وكلها إرهاب وظلم، يعني كانت العالم خنقتها خنق، يعني كانت العالم ما حد يقدر يتنفس، ما حد يقدر يطلع عليهم خالص. أنا انضميت مع قوات سوريا الديمقراطية، يعني أنا أعرف إنه بدنا نعيش بحرية، بدنا نعيش بسلام، يعني أنا كل الشعب اللي هنا يعني مقتنع تماما إنه راح يساعدونا، وراح إحنا نمشي معهم، وراح نساعدهم، كل العالم راح تمشي معهم وراح تساعدهم، وبدنا إحنا نحارب دواعش، وبدنا نطالع دواعش من هاي المدينة خالص، ومو بس المدينة، من كافة المدن بسوريا كافة، يعني راح قدر المستطاع راح نسوي الشيء المستحيل، يعني حتى راح نطالعهم من هنا بنوب خالص، يعني ما راح نخليهم ببلدنا بنوبة خالص. من جد قوات سوريا الديمقراطية اللي هي احنا جينا طلعنا معها، بدنا نحاربها، وبدنا نحارب مع قوات سوريا الديمقراطية لحتى ننهي داعش ببلدنا. هين راح ننهيه، لأنه هم كانوا هنا مسوين ولاية لحالهم، وراحهم لي ابن عمي شهيد والثاني مصاب، ولا زال أني موجود، وراح أظل أقاتلهم لحتى ما أنهيهم، وما راح أعيف هذا البلد، راح أموت ببلدي، وراح ننهي داعش هنا بالرقة. وأسع أني شعوري يعني فوقاني، ليش؟ لأنه أنا قاعد أحارب هنا ببلدي، قاعد أحارب داعش، وما راح نترك داعش حتى ننهيها لآخر نفس، راح نكمت عليها لحتى ما تنتهي خالص. يعني احنا الحمد لله يعني مرالنا عال، وراح نظل وراح نقاتل داعش لحتى ما تنهي داعش خالص، يعني حتى ننهيها مكان.